السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالمنا ديالي الطبخ المغربي. يوم جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم أخواتي أنا معكم في الموسم الثاني ديالي معكم في القناة هذه. تقريبا نكمل عام باش فتحت القناة ديالي على اليوتيوب. تنرحب بكم من جديد في وصفة جديدة صيفية بامتياز. هاد الوصفة هذه تتجي بنينة أخواتي بزاف. هذه هي المقادير أو المكونات اللي غندير في هاد الوصفة. مكونات بسيطة جدا ومتواجدة في كل البيوت. تنتمنى تتبعوا الفيديو من الأول إلى الآخر باش تشوفوا الطريقة ديال التحضير ديال هاد الأكلة هذه أو الوصفة. تتجي رائعة بزاف وصيفية بامتياز وسهلة في التحضير. نتمنى تشاهدوا الفيديو من الاول الى الاخر باش تحاولوا تجربوا هذه الوصفه لانها صراحه تجي رائعه جدا. بقاو معايا اخواتي، نبداو مباشره في التحضير. بدايه اخواتي، هنايا كيف ما تلاحظوا معايا عندي الشعريه الصينيه او الشعريه ديال الارز. كيف ما تلاحظوا هنا عندي واحد الكميه، نتوما غتاخذوا الكميه اللي تقد افراد الاسره. انا عندي هنا واحد 2 ساشيات. غنضيف عليهم الماء طيب باش نربح الوقت، لان كيف ما تنعرفوا جميعا بان الشعريه الصينيه باش تطلق خاص اولا نضيفوها في الماء طيب قبل ما نبداو في الاستعمال ديالها. كما تلاحظوا صافي اخواتي، ونخليوها جانبا تطلق وندوزو مباشره لتحضير الوصفه. كيف ما تلاحظوا اخواتي، هنا عندي واحد الكميه تاع القزبر والمعدنوس، تقريبا شي 3 المعالق. عندي هنا واحد 4 الفصوص تاع الثوم مهروسين جيدا، وواحد البصله محكوكه. وعندي في التوابل اخواتي هنايا اللي غنضيف عندي ملعقه كبيره ونصف تاع التحميره او البابريكا. عندي هنايا اخواتي معلقه ونصف تاع الخرقوم، واحد ملعقه صغيره، الملعقه اللي تنذكر ملعقه صغيره. عندي هنا واحد ملعقه صغيره مع امراش تاع الابزار. الملح حسب الذوق. عندي واحد الملعقه بومبي ديال سكينجبير. وهنا اخواتي عندي المروزيه او توابل الدجاج. الا عندكم توابل السمك ضيفوها لانها تتواتى جدا مع هذه الوصفه. ولا عندكم حتى الهريسه اخواتي حتى هي زيدوها في هذه الوصفه، تجي حتى هي رائعه جدا. غنبدا اخواتي مباشره في التحضير. غنضيف اخواتي التوابل اللي ذكرت معكم، وغنضيفوا اخواتي الزيت تقريبا غنعطيكم هنا الكميه تقريبا نصف كاس بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما غيعرفوش الكميه ديال الزيت. غنضيف هنا واحد تقريبا نصف كاس ديال الزيت المائده. ونخلطوا اخواتي هاد الشرموله مزيان كما تلاحظوا معايا. نخلطها مزيان باش هاد الشرموله اللي شاركت معكم غدا نقسمها على 3 ديال الاقسام. قسم غنديرو الدجاج، وقسم غنديرو الخضار، والقسم اللي غادي يبقى غنديرو الشعريه الصينيه. ممكن اخواتي تزيدوا هنايا الا بغيتوا، ممكن تزيدوا اما المطارد اما واحد الضامه ديال البنه اللي حبيتو. انا اكتفيت بهاد الشرموله اللي تتواجد عند جميع الاخوات في البيوت ديالهم. كما تلاحظوا اخواتي هنايا خديت الثلث ديال الشرموله ديالنا. غادا نديرها للدجاج. هنا الدجاج تيبقى كميه اختياريه، يعني الدجاج اللي بغيتو تكثروا، بغيتو تقلوا على حسب افراد الاسره وعلى حسب المتواجد عندكم في البيت. كيف ما قلت لكم اخواتي بان الوصفه سهله جدا غنديرها لكم بواحد الطريقه يعني سهله وبمكونات متواجده في كل البيوت. هاد الوصفه على فكره مدايره ضجه في مواقع التواصل. انا كنت لقيتها في واحد الفيديو في مواقع التواصل وعجبتني، وقلت علاش لا ما نجربهاش مع الاخوات ديالي ونشاركها معكم، لانها وصفه تتبقى صيفيه وفي متناول الجميع. صافي اخواتي، هنا رقدت الدجاج في الثلث ديال الشرموله كيف ما قلت لكم. غنخليه جانبا وندوز معكم
باش نحضر ان شاء الله الخضر كيف ما تلاحظوا خضر بسيطه جدا، اي خضره متواجده عندك في الدار. عندي هنايا اللوبيا الخضراء وعندي البطاطا وعندي خيزو. غنقيهم ونتلاقى معاكم. ودابا اخواتي بالنسبه للخضر كيف ما قلت لكم هي نقيتها على هذا الشكل، نقيتها قطع متوسطه الحجم. البطاطا قطعتها مربعات هكا، وخيزو قطعته على شكل طولي. وكيف ما تتعرفوا اللوبيا انا تنديرها في المطيب مع القليل من الملح وتنخليها ترقد مزيان باش الا كان شي تراب ولا شي وسخ فيها يتحيد. هنايا غسلتها من قبل في المطيب ورقدتها فيه هو والملح ودرتها هنا في هاد الزلافه هادي. دابا اخواتي غندير الخضره في الثلث الثاني ديال الشرموله اللي كنت حضرت معكم. نحاول نشرمل الخضره كامله في هاد الشرموله هادي حتى الخضره كامله تلبس بالتوابل القزبر والمعدنوس والثومه والبصله اللي في شرموله. حاولوا اخواتي تجربوا هذه الوصفه، راه تجي بنينه بزاف وغنيه بمجموعه من الفيتامينات كيف ما تتعرفوا، بالبروتين اللي في الدجاج، بالفيتامينات اللي كاينه في الخضر. تنعرفوا بان اللوبيا غنيه بمجموعه من المعادن. صافي اخواتي دابا مني تبلت الخضره غندوز حالا نتبل معكم حتى الشعريه الصينيه. الثلث المتبقي اخواتي تاع شرموله غنديروا الشعريه الصينيه وغنحاول نخلط مزيان. انا اخواتي عذروني انا تنخدم غير باليدين ديالي، ما كاين ما احسن من اليد. تنحاول نلبس الشعريه الصينيه مزيان باش الشرموله اللي كاينه تنخدم بايديا باش نتحكم فيها باش كلشي الشعريه تلبس بشرموله باش تجي بنينه. صافي اخواتي كيف ما تتشوفوا هي الشعريه الصينيه حتى هي درت ليها التوابل اللي بقات. ندوزو اخواتي دابا للتحضير او طهي هذه الاكله، لان طريقه الطهي ديال هذه الوصفه هذه هي السر ديال النجاح ديالها. غناخذوا اخواتي كسكاس هنا فاش غنطيبوا الوصفه ديالنا. من قبل غنكونوا درنا البرمه فيها الماء يطيب، وغناخذوا غنبداو اولا بالدجاج. انه الدجاج اخواتي هو الاول غنديروه في القاع ديال الكسكاس. نحاولوا الا كان بحال هذا فيه العظم نديروا الهبره من الجهه اللي لتحت. الدجاج كيف ما قلت لكم اخواتي تيبقى كميه اختياريه. نضيفوا اخواتي من فوق الدجاج نضيفوا الخضره كيف ما تلاحظوا معايا. نحاولوا اخواتي ما نضغطوش على الخضره، نخليوها بحال ما هكا باش يبقى الطياب يدخل ليها مزيان. ونضيف اخواتي من فوق الخضر غنضيف الشعريه الصينيه. نحاول حتى هي اخواتي نوزعها بلا ما نضغط عليها، غير هكذا بحال ما هكا كما تلاحظوا اخواتي معايا. وبالنسبه لاصوص اللي بقى من الخضر او اللي بقى من الدجاج نديروه من فوق الشعريه حتى هو ما يضيعش. دابا اخواتي غنوضع الكسكاس فوق البرمه اللي فيها الماء طيب من قبل ونخليها تفور مده ما بين 45 دقيقه حتى لساعه حتى تطيب الخضره ديالنا مزيان والدجاج. ونتلاقى معكم ان شاء الله في الشكل النهائي ديال هذا الطبق هذا. كيف ما تلاحظوا معايا ها هي الوصفه ديالتنا طابت، داز تقريبا دابا ساعه ديال الوقت طابت تماما. ندوزو الان باش نحضروها في صحن التقديم. غنقلب الكسكاس هكذا اخواتي في صحن التقديم. نحاول نقادو حتى انا اخواتي غنشوف معكم الوصفه دابا باقا ما شفتهاش كي جات. بسم الله. ها هي اخواتي كي جات. نحاول نقادها في الصحن. هانتوما اخواتي شو كي جات الوصفه.
جات رائعه جدا. الخضره طيبه مزيان كيف ما تلاحظوا معايا. البطاطا هي تحلات بسرعه، الجزر حتى هو، واللوبيا كذلك. كلشي الخضره طيبه مزيان، والشعريه وكذلك الدجاج ها هو. غنهزو معاكم انا كيف ما حيدتها شاركتها معكم مباشره. هيا اخواتي اللحم حتى هو طيب، باقي سخون بزاف، حتى هو طيب مزيان كما تلاحظوا معايا دغيا تحل واخا باقي ساخن. شاركت معكم الوصفه باش تلاحظوها كي جات. صراحه الريحه ديالها تتشهي بزاف بزاف، والمذاق حتى هو رائع. انا ذقت واحد القليل من البطاطا. نتمنى اخواتي الوصفه تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش اخواتي بلي لايك وابوني، واللي ما مشتركش في القناه يشترك، ومرحبا بكم عندي. وحاولوا تجربوا الوصفات اللي تنقدم لانها تبقى وصفات سهله وبسيطه وفي متناول الجميع. خليتكم على خير اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.